قد يستفزني بيج سكور 90 اللي كل همه انه يرضي الانديه الاكثر جماهيريه. على سبيل المثال هو سوى تشكيله افضل لاعبين لهذا الموسم من الفريقين، وقدامكم مختار هاي الاسماء اللي نصها حرفيا ما تستحق التواجد بهاي التشكيله. تيبو كورتوا هو افضل حارس بالعالم هذا الموسم، ما راح نتناقش ولكن خط الدفاع كلهم ما يستحقون التواجد بهاي التشكيله. كيميتش اصلا مو مركزه ظهير ايمن، هو لاعب وسط وهذا الموسم كله لعب كلاعب وسط. ليش حاطه الي كظهير ايمن وهو بهذا المركز ابدا مو مميز؟ ميليتاو قضاها اصابات وما لعب هواي هذا الموسم، وروديجر حرفيا كان شار. لذلك مو لان انا بافاري اشوف جوناثان تاه واوباميكانو قدموا اداء جدا ممتاز حتى بدور الابطال. الفونسو ديفيز هذا الحد هسه ما لعب مباراتين على التوالي، قضاها اصابات وحرفيا ما يستحق التواجد لانه كاريرس افضل من عنده هذا الموسم. فالمفروض خط الدفاع يكون كاريرس، جوناثان تاه واوباميكانو، واخر شيء لايمر. تجي الخط الوسط والاجنحه راح نلاحظ ان بيلينغهام وفينيسيوس ما يستحقون التواجد بهذا المركز. فالمفروض كيميتش بدال بيلينغهام لان بيلينغهام ما قدم افضل اداء هذا الموسم قضاها اصابات، والمفروض لويس دياز بدال فينيسيوس اللي بدايه الموسم حرفيا جماهير ريال مدريد صفر عليه والى الان يصفرون عليه. ولو نسوي مقارنه بسيطه بين لويس دياز وفينيسيوس جونيور راح نلاقي ان لويس دياز متفوق عليه هذا الموسم، ومو بس هيك هو حرفيا ماكينه ضغط ومسجل اهداف اكثر من عنده. لكن كل اللي حكيته مجرد راي شخصي، واهم شيء رايكم انتم بالتعليقات. شنو رايكم بهاي التشكيله وشنو رايكم بالعناصر اللي انا اختاريتها؟